السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاتني رسالة ازاي تخف فيلم. اولا يعني هتخف فيلم انت مصممه، ده له وضع، وهتخف فيلم انت ما انت صممتوش، يعني انت واخده دي اي سي تي، واخده من حد، ده وضع تاني. خلينا نشرح الاول فيلم انت مصممه وعايز تخف. لو عايز تخف فيلم انت مصممه، في عندك ممكن تخف بالالوان وممكن تخف بالغرز، بس افضل حاجة الغرز. فممكن تجيب مثلا الغرز الفروع مثلا، وتاخد الفروع كلها تعمل لها تحديد للكل، ما عدا طبعا الغرز اللي هي خفيفة جدا، اللي هي زي دي. وتروح محدد على الكل كليك يمين، وتجيب الخصائص وتقول له كثافة الغرزة وليكن 7. احنا الفيلم ده كان معانا في الأول 28,050، بعد الخطوة اللي احنا خدناها دي يبقى 26,400. بعدين تجيب الدرازات اللي هي غرزة النبات العادية، وبرضو هتحدد عليها كلها ما عدا اللون الأحمر، لأن اللون الأحمر زي ما انتوا شايفين غرزة خاصة، فهتختار اللونين دول وتسيب الأحمر، وتحدد عليه كله برضك، والخصائص وطول الدرازات. ده اللي بنقدر نخفف فيه. يعني الغرزة الفستون الأولانية دي انت هتقدر تخفف كثافة الغرزة، لأن هي مجموعة غرز فوق بعضها، فتقدر تخفف كثافتها في تقلها. في غرزة الدرازات هي غرزة ماشية، يعني ماشية طوالي، ما هتعمل فيها ايه؟ تطول نوع طول الغرزة بتاعتها. يعني هي مثلا بتمشي كل 25 ملي تحط غرزة، ممكن انت تخليها مثلا 35 ملي، وده مسموح بيه لغاية 35 مللي ولغاية 40 مللي كمان. فهتخف معاك يبقى 24 من 26. تجيب الغرزة التعباية تحدد عليها كلها، تجيب الخصائص. هتلاقي هنا في الجزء ده في المعايير كل نوع غرزة. يعني في عندك تنظيف الغرز، في كل حاجة لكل غرزة. يعني طول الدرازات في الغرزة العمودية، في الغرزة الفروع، في غرزة الدرز، في كل انواع الغرز. في التتامي المنحنى، في التتامي ستان، في التتامي العادي اللي هو التتامي ستان العادي. ده بيقول لك طول التتامي ممكن تخليه 35، اللي هي الغرزة والغرزة. عدد التتامي الى الستان، حدود التتامي ممكن تخليها زي ما هي 17. اقل طول في الغرزة، يعني اقل غرزة عندك تبقى كام ملي، هتقول له 10 او 15 مثلا. كده الفيلم تقريبا بقى على كثافة 7. ممكن تخلي الكثافة اعلى من كده. بعد كده بتعمل تنظيف غرز، بتقول له اكبر قيمة عندي على 10. فالفيلم معانا كان بقى 23,000 كده على كثافة 7. هو كان الأول كان 28,000، بقى 23,000. ممكن نخف أكتر من كده، ممكن نخف أكتر من كده. ممكن نجيب الفروع تاني ونخليها كثافة مثلا، ونخلي الكثافة 8، فيبقى 22,000. معالجة وتنظيف غرز تاني نخليها على 15، بقى 21,000. تفضل مع الفيلم كده، بس طبعا خد بالك لان انت ما تخفش زيادة عن اللزوم عشان الفيلم ما يكشفش، وما تخفش غراز خاصة. الغراز الخاصة ما بتتخفش. ده لو الفيلم انت مصممه، لو امتداده عندك ار اي اف. طيب لو الفيلم دي اس تي بقى، هنقول نحفظ ده مثلا دي اس تي، ونقفل ده ونفتح الدي اس تي. ده فيلم دي اس تي، يعني انا واخده كاني واخده من حد. الغرز تظهر معاك بالشكل ده، غرزة غرزة. طيب ده هتخفه ازاي؟ الفيلم معاك 22,000 اهو. ده ملوش اي حل غير انك تعمل له معالجة وتنظيف غرز، وبدماغك بقى. يعني ممكن تقول له مثلا 15 10 تنظيف غرز مثلا. ممكن برضو تقول له تغيير الكثافة، تيجي كليك يمين تغيير الكثافة، وتقول له مثلا تغيير الكثافة، تخفيض الكثافة مثلا 50%.
فهو خلوك 19. ممكن تفضل برضو تشتغل معاه كده لغاية بتحس ان الفيلم ممكن يبوظ منك، لان الفيلم ممكن يبوظ منك يعني. لو علمنا تاني وقول له تخفيض كثافة 50% كمان مرة، هتحس ان الفيلم من هنا بدأ يفضى، ما عادش فيه غرز هنا. فانت بتشتغل يعني الى حد ما تبوظش الفيلم، يبقى الفيلم موجود سليم. بس هي دي الطريقتين اللي انت ممكن تخفي بيهم فيلم يعني من البرنامج من هنا. اتمنى الشرح يبقى واضح، وان شاء الله لو في اي حاجة تانية ممكن برضك في التعليقات او تبعت لي رسالة، ان شاء الله اعمل لك فيديو عليه.